انا ممكن اكل اتنين. واحد عادي وواحد عليه جبنه. ماشي. تمام يلا. عايزه تاكلي اكله بسيطه وعلى قد الايد ولذيذه وخفيفه وسريعه وما توقفكيش في المطبخ، وورقه وقلم وتعالي معايا يا ست الكل. الحواوشي. النهارده انا هتكلم عن الحواوشي. عمركم سالتوا نفسكم الحواوشي جه منين؟ تعالوا اقول لكم. الحواوشي أكلة مصرية، يقال إنها بدأت سنة 1949، وفي بعض الأقاويل سنة 1971، لكن أنا برجح الأربعينات. من أربعينات القرن كان في حد اسمه الحاج أحمد الحواوشي. الحاج أحمد الحواوشي كان جزار وفكر يعمل فكرة كده لذيذة وسريعة وتتاكل وعلى قد الإيد. قال لك ما نحط اللحمة المفرومة جوه رغيف العيش البلدي المصري الأصيل كده ونطلعه للناس ونقدمه لهم. الحاج أحمد الحواوشي سر نجاحه إنه كان بيفرم البصل فرمة حلوة قوي مع اللحمة، وكان كمان بيحط البهارات المصرية الأصيلة اللي كانت بتديله نكهة وتعلي كده من الذوق. يطلع من الفرن بعد ما يتشوي بنار الفرن كده سخن، طري من جوه ومقرمش من بره، يعني يتاكل أكل. الله يا حاج أحمد. وبالفعل عجبهم الفكرة جدا